هذا السؤال دائما يتكرر، وتكرره بسبب تردد الناس وذهاب هذا ومجيء ذاك، وهو سؤال نحن نتهيب من الإجابة عليه حتى لا نمل لكم، ولكن الأصل أنه بين الفينة والفينة لا بد أن نعود ونذكر به. يسأل يقول: كيف يتدرج الطالب المبتدئ في طلب العلم، وبأي كتب يبدأ؟ أقول: أولا، طالب العلم ينبغي له أن يجاهد نفسه في تصحيح النية، ولا بد وأن يأتيه فيها في أولها شيء، فعليه أن يبتدئ البدء الصحيح أولا باختيار المعلم. هذا أول خطوة صحيحة. أول خطوة صحيحة في التعلم اختيار المعلم، لأنك إذا اخترت المعلم وضعت رجلك في الطريق الصحيح. فالذي آمن والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو كمن بقي على دين آبائه وأجداده؟ لا يستويان. فالذي آمن وأول ما يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضع رجله في الطريق الصحيح، فاختار هذا المعلم الذي علمه ربه تبارك وتعالى، فوفق إلى الصراط المستقيم. فيجب عليك أيها الطالب إن كنت مستقلا أن تبدأ بحسن الاختيار للمعلم. وإن كنت صغيرا فنحن نوصي بك أباك أن يختار لك المعلم، ويجب أن يكون الاختيار للمعلم السني السلفي الأثري، ويبتعد عن المبتدعة وأهل الأهواء، فإن هذا تستفيد منه من هديه وسمته ومنظره ومدخله